سرقوا اكتر من 2 مليار دولار من البنك ومحدش لاحظ حاجه الا بعد 3 ايام. وبالصدفه كانت مسؤوله الامانات داخله تسلم عميله الامانات بتاعتها، واكتشفت ان الخزائن كلها مسروقه ومحطوط عليها اقفال مزيفه، بمجرد ما تضغط عليها كده هتنزل لتحت. غريب في الموضوع واللي حير العالم كله، والصحافه اتكلمت عن العمليه دي وصنفتها من اذكى عمليات السرقه في العالم. واللي حير كمان رجال الشرطه بعد ما عملوا عمليات البحث الشامله اكتشفوا ان مفيش مفر للصوص دول ان هم يخرجوا من البنك، لا في نفق ينزلوا من تحت ويحفروا، ولا في مكان في السقف طلعوا منه، ولا الباب بتاع الخزينه مكسور، ولا اي شيء. طب ازاي دخلوا؟ وحتى لو دخلوا طب ازاي خرجوا؟ فضلت القضيه مفتوحه اكتر من سنه، لكن حصلت حاجه غريبه واحده خلت الشرطه تبتدي تجمع اوراقها من تاني. السلام عليكم. حرفيا انت مفوت عليك متعه واثاره وتشويق لانك لغايه دلوقتي لسه ما اشتركتش في القناه. انزل يا جدع انضم للعائله واللايك الجميل وتعالى نشوف الحوار ده على ايه. 11 ابريل سنه 1981 دخلت المسؤوله عن الخزينه في بدايه شغلها تشيك على الحاجه بتاعتها، ودخلت الخزينه بصت يمين وشمال وما لقيتش اي حاجه غريبه، لقيت الاقفال كلها محطوطه وكل حاجه على طبيعتها، وخرجت وقفلت. بعدها بساعه ونص دخلت واحده البنك وكان لها امانات جوه، ودخلت مع الموظفه عشان تستلم الامانات بتاعتها، والموظفه خدتها ودخلت جوه، لكن اكتشفوا ان كل الاقفال مزيفه والبنك كله مسروق ما عدا صناديق الفقراء والمحتاجين واللي ظروفهم على قدهم. تقريبا اللصوص دول كان عندهم شويه ضم. اتصلوا على الشرطه والشرطه جت فورا وعينت العمليه دي كلها، وما لقيتش اي دليل على اللصوص دول، لا مكان حفره ولا حاجه في السقف ولا الباب مكسور ولا اي حاجه. الحاجه الغريبه ان الصناديق كلها فاضيه واللصوص اخدوا الفلوس وكل حاجه موجوده في الصناديق دي واختفوا. لكن في ضابط اكتشف حاجه غريبه جدا، اكتشف منبه فوق الصناديق، وده كان مسبب حيره لرجال الشرطه. ايه اللي جاب المنبه ده فوق وايه الغرض من المنبه ده؟ لكن المنبه ده وراه سر كبير جدا عملوه اللصوص. لكن الغريب هنا اللي مصمم اذكى عمليه سرقه في الفتره دي كان شغال كوافير حريمي، هو سمارتو، وكان بيساعده اخوه. وما كانتش العمليه الاولى ليه، لا كان ليه عمليات كتير، لكن العمليه دي هي الوحيده اللي اذكى عمليه واكبر عمليه عملها سمارت. قعدوا بقى يراقبوا البنك كذا يوم سمارت واخوه، بعد ما جمعوا معلومات كتير عن البنك من الخارج قرروا ان هم لازم يدخلوا البنك، ولكن بحجه ايه؟ وفكر سمارت واخوه ان هم يخشوا البنك بحجه ان هم هيحطوا امانات ليهم في الصناديق جوه. وكانت المهارة عند سمارت واخوه ان هو بالكلام وبالطريقة بيجذب الشخص اللي قدامه. وبالفعل دخلوا البنك سمارت واخوه، فتحوا صندوقين، صندوق باسم اخوه وصندوق باسم سمارتو، ولكن باسماء مستعارة مش باسمائهم الحقيقية. قبل ما تسمع الفيديو للاخر عايزك تنزل يا صديقي تقول لي في التعليقات سمارتو ازاي خرج من الخزينة دي بدون اي اثر. مع الوقت ودخولهم المتكرر البنك بحجة ان هم بيحطوا امانات ليهم قدروا يتعرفوا على الموظفة المسؤولة عن الامانات، ودي كانت خطتهم ان هم يقدروا يأثروا عليها واصدقاء ويقربوا منها عشان تديهم الوقت الكفايه جوه. وبالفعل قدر سمارت واخوه ان هم يدخلوا في الصناديق الامانات بتاعتهم شاكوش ومفك، كل الادوات اللي هيقدروا يستخدموها جوه عشان يفكوا بيها الصناديق. وظبط سمارت واخوه كل حاجه، لكن النقطه اللي كانت ازاي هيدخلوا البنك وازاي هيفضلوا جوه وازاي هيخرجوا الفلوس والامانات دي كلها بعد ما يخلصوا. والنقطه اللي كانت شاغله بال سمارتو، لو في اجهزه انذار هنعرف منين لو جوه في اجهزه انذار؟ عشان لازم نعطلها قبل ما ندخل جوه ويتقفشوا. ففكر في حيله ذكيه سمارت ودخل البنك سمارتو بحجه ان هو يحط امانات ليه، وحطه فوق الصناديق منبه، والمنبه ده كان غرضه منه ان هو يكتشف اجهزه الانذار. وبالفعل حط المنبه وقفل الصناديق بتاعته وخرج، والموظفين خرجوا من البنك. غرض من المنبه ده ان لو منبه طلع صوت اجهزه الانذار هتشتغل ان في حاجه غريبه جوه وطلعت صوت. وبالفعل رجال الشرطه هتيجي وتامن على البنك وتشوف اذا كان في حاجه غريبه جوه ولا لا. حط المنبه بتاعه وفضل مستنظر بره، وبالفعل اول ما المنبه اشتغل جت رجال الشرطه عشان تامن على البنك جوه، لان في حاجه غريبه واجهزه الانذار اشتغلت ليه؟ بسبب المنبه. واكتشف هنا ان سمارتو كان عارف ان في اجهزه انذار ولازم يعطل. ودخل سمارتو واخوه البنك على اساس ان هم يحطوا امانات ليهم، وفتحت الموظفه الامانات ودخل سمارتو جوه، وفضل اخوه ويليام يكلم الموظفه ويلهيها عن اخوه سمارتو اللي جوه، وسمارتو قدر يعطل كل الحاجات والاجهزه الانذار اللي موجوده جوه وخرج. هنا بقى جت اللحظه اللي هيدخل فيها سمارتو البنك جوه، وكمان يخطط ان هو يسرق الفلوس وهو جوه وكل الكلام ده. وبالفعل تاني يوم دخل سمارتو، وكان اليوم ده يوم السبت، وكان بعديها بيوم يوم الاحد اجازه للبنك، اجازه رسميه. واول ما دخل سمارتو واخوه فتحت لهم المسؤول على الامانات عشان سمارتو يخش جوه ويدخل الامانات بتاعته. ومن العوايد ان هي لما بتخش مع العميل جوه
تفتح له الامانات بتاعته وتسيبه وتخرج عشان ياخد راحته جوه والخصوصيه بتاعته. وبالفعل سمارتو كان جوه، ويليام اخو سمارتو كان بيتكلم في الموظفه وبالطريقه وبالكلام، وقدر ان هو يلهيها عن سمارتو. وبعد فتره طويله دخلت تشيك جوه، ما لقتش سمارتو، وبصت على القفال لقت القفال كلها مقفوله، ولقت ان كل حاجه تمام. اتاكدت الموظفه ان مفيش حد جوه وكل حاجه تمام، وقفلت الخزينه وخرج. وبعد انتهاء شغلهم في البنك قفلوا البنك وسكروا كل حاجه، وبدات الاجازه بتاعتهم. وبالفعل تاني يوم كان الحد، وكان سمارتو فتح كل الخزاين، فتحهم بخبره بحيث ان هو يرجعهم تاني عشان لما تيجي الموظفه ما تكتشفش اي حاجه. وسرق كل الصناديق اللي موجوده وحطها في شنط. لكن الغريب هنا ان سمارتو وهو بيعمل العمليه دي كان لابس زي مهندسين او عمال اللي هم بيعملوا صيانه وكل الكلام. بعد ما عبى الشنط بتاعته وظبط دنيته كلها ولم كل حاجه، نزل في مكانه اللي كان مستخبي فيه. والمكان اللي كان مستخبي فيه لما الموظفه دخلت وما لقتش حد ولقت سمارتو اختفى تماما، لم كل حاجه في شنط وحط الشنط فوق وقدر يستخبى. ولما جت تاني يوم بقى اللي هو يوم الاثنين، دخلت بقى المسؤوله على الامانات كعواده كل يوم الصبح تفتح الامانات جوه وتشيك عليها وتبص وتشوف لو في حاجه غريبه ويمين وشمال، ولقت كل حاجه مظبوطه وتمام. فقفلت وخرجت. الفكره بقى هنا ان سمارتو جوه والشنط بتاعته معاه، لكن حركه الخروج كانت اذكى حركه عملوها سمارتو واخوه. تاني يوم جه بقى اخو سمارت عايز يدخل امانات ليه جوه الخزينه، فتحت له المسؤوله ودخل اخو سمارت. وبالفعل اول ما دخل هي خرجت بره عشان تديله الخصوصيه بتاعته. وكان البنك في الوقت ده ما بيركزش على الناس اللي بتخرج، بيركز على الناس اللي بتدخل بس، يعني يدخلك جوه ويفتح لك الخزنه ويسيبك براحتك، وقت ما انت عايز تخرج تخرج. فاتاكد اخو سمارتو ان الموظفه بعيد عن الباب خالص، وخرج اخو سمارتو جنب العربيه وفتح كل حاجه وظبط كل حاجه. وبعديها على طول مباشره طلع سمارتو بلبس المهندسين، وكان اللبس ده غرضه ان هو يبقى زي المهندسين والعمال، لان في الوقت ده كان في عمال صيانه بيعملوا في البنك عشان يظبطوا بعض الحاجه. ولما رجعت بقى الموظفه بصت جوه ما لقتش اي حاجه غريبه، وما لقتش اخو سمارتو، لقيته بره ولا سمارتو كان موجود. كانوا حطوا الفلوس في العربيه ومشيوا. فدخلت بصت على كل حاجه ولقت كل حاجه طبيعيه وكل حاجه تمام. فقفلت الامانات وقفلت الخزينه وطلعت ومشي. وبعدها بقى بفتره جت عميله عشان تدخل الامانات بتاعتها، والمسؤوله على الامانات فتحت لها الباب ودخلوا جوه عشان يفتحوا الخزينه بتاعتها. لقوا القفال محطوطه مزيفه، والحراميه واللصوص لموا كل الخزينات وخدوها ومشيوا. جت الشرطه بقى وعينت كل حاجه، لكن ما وصلوش لاي حاجه. فضلت القضيه مفتوحه اكتر من سنه. السؤال هنا ازاي بعد المده الطويله دي عرفوا ان سمارتو واخوه هم اللي نفذوا العمليه دي، وازاي اصلا عرفوا كل المعلومات دي بعد سنه ونص؟ حصلت حاجه غريبه في نفس البلده دي، وهو كان في بنك تاني قريب من البنك ده. والحاجه دي كان في عميل داخل الحمامات واكتشف ان في حاجه من السقف نزلت عليه. فبسرعه بلغ الامن وبلغ كل حاجه، ودوروا فوق في السقف لغايه ما لاحظوا ان في شخص جوه، واتصلوا على الشرطه. والشرطه جت نزلت الشخص ده، والشخص ده كان سمارتو. ولقوا نفس كل حاجه هي لقوا المنبه، ولقوا الادوات نفس الادوات اللي كان بيستخدمها في القضيه الاولى. لقوا كل حاجه، وكل حاجه تدل ان القضيتين دول شبه بعضهم. وبعد بقى لما كلموا سمارتو وضغطوا عليه اكتشفوا ان هو المنفذ للعمليتين. بعد تحقيقات كتير اتحكم على سمارتو ب20 سنه سجن. في حاله واحده هتقل العقوبه دي لو سمارتو رجع كل عمليات السرقه اللي سرقها من البنك. وبالفعل سمارتو كان مخبي عمليات السرقه دي كلها في مكان في البحر، ورجعها للقاضي، والقاضي حكم عليه ب8 سنين بس.